أعزائي طلاب أولى ثانوي، إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة ميعادنا مع بوستر، يعني ملف PDF كده في المنهج كله فرجة واحدة، المنهج كله فرجة واحدة. يعني ما تذاكرش من الكتاب الرئيسي، تذاكر من ده في كل الشرح، وبعد كده تحل تمارين. يعني لو عايز نصيحتي في حل التمارين، الكتب الخارجية منزلة ليلة امتحان ممتازة جدا. إن شاء الله بعد الفيديو ده هحل معاك ليلة امتحان ميرسي وجينيال وبرافو، تحلهم وتراجعهم معايا في الفيديو بتاع الحل بتاعهم. يبقى الفيديو ده اللي شغال حاليا ده عبارة عن ان انا هشرح لك ايه اللي موجود في الورقة دي. اللي موجود عبارة عن اهم الكلمات، وتحتيها تركز على ايه فيها، ايه الملاحظات بتاعتها. فمثال، اول حاجة عندنا لجوردو راسومين ايام الاسبوع، تحفظها كويس، وبعد كده تقرا الملاحظات اللي هتلاقيها تحتيها، اللي هي ان اليوم مذكر مثلا، اسبوع مؤنث، لو جت نقط قبل اليوم تاخد له ملاحظات مهمه تقراها انت مع نفسك. دي رقم واحد. رقم اتنين ليه ماتيير، المواد المدرسيه، تقراها وفيها ملاحظات تحتيها مهمه جدا برضو، زي مثلا كلمه ماتيير مؤنثه تاخد كلمه مؤنثه. المواد مع الميول تاخد يعني افعال الميول، لما اقول بحب كذا يبقى تاخد اداه معرفه زي جيم لو فرنسي. كل اللغات مذكر يبقى لو فرنسي، لاراب، لانجلي مذكر. كل المواد اللي اخرها حرف الاو زي فيزيك مؤنث. وعندك 3 مواد جمع مهمين، اللي هي السيونس العلوم، ولا SVT اللي هي الجيولوجيا يعني، وكمان ليمات الرياضيات. وعندك الملاحظات تكملا الجزء الثاني. المواد الدراسيه مع التقديرات تاخد اون، يعني مثلا اقول ايه، جي سوي اكسلنت نقط فرنسي، انا ممتاز نقط، يبقى اون فرنسي في الفرنساوي. والحديث عن جدول المواعيد باستخدام افوار مفيش اداه معرفه بقى، اقول جي فرنسي عندي فرنساوي، ما اقولش جي لو فرنسي. دي بعض الملاحظات مهمه بالمواد المدرسيه. بعد كده عندك الساعه بالفترات بتاعتها تحفظها، زي لو ماتان، لو ميدي، لابريميدي، لو سوار، لو منويت. الملاحظات بتاع الساعه، بفكرك ان الساعه مؤنث، بفكرك انها السؤال بتاعها فيه كلمه ايلي اللي فوق الصوره مباشره، دي ايلي يعني الوقت يكون ايه المذكر. لازم تحفظ كلمه وربع ونص. السؤال عن ساعه محدده كيلور. فترات اليوم بتاخد لو ما عدا ميدي ومنويت لان هما ساعه محدده. طيب ممكن يجي في دماغك سؤال دلوقتي، طب يا ميسو انا عايز ده بالتفصيل، مش لازم اكيد عندي الحل ان شاء الله. في ليله امتحان ثانيه انا عاملها فيها شرح بالتفصيل لكل الكلام ده، يبقى كأن ده الملخص بتاعك، المرجع بتاعك. وعلى فكره التفصيل ده مش بيكمل نص ساعه، 25 دقيقه على السبوره فيها شرح، واللينك هتلاقيه في الوصف بتاع الفيديو ده، يعني لو عايز كل الكلام ده بالتفصيل. طيب بعد الساعه في ايه بقى؟ بعد الساعه الفرق بين كلمه تو وشك. شك قلنا ان شك مثلا ما يجيش بعديها اداه معرفه، انما تو يجي بعديها اداه معرفه وليها اشكال مختلفه. عندك كلمه تو اللي في تحت الصوره مباشره اهو، تو بتاع مفرد مذكر، وتوت مؤنث، وتو اللي اخرها حرف الاس بتاع جمع المذكر، وتوت جمع مؤنث. تمام. بعد كده عندك رقم 5 الضمير بملاحظاته. ايه ملاحظات ان الفعل معاه يصرف كما يصرف مع ال، انما الصفه تتبع الواقع. هتقول عايز مثال على طول. بص المثال اهو، اقول لك مثلا علي اموا، علي وانا نقط. هنا انا عايز فعل، الفعل يصرف مع كما يصرف مع ايه بالظبط، مثلا ايه يكون. اما لو في صفه هنا زي كونتون سعداء، لا تجمع بقى، هكتبها هنا كونتون تجمع. ليه؟ لان الصفه لازم تتبع الموصوف، يبقى الفعل مع يصرف مع هو، اما الصفه تتبع الموصوف. دي بالنسبه دي رقم 5. طب رقم 6 لا فورم نيجاتيف، النفي بننفي بنيو با، دايما مع النيو با ناخد دو او دي ابوستروف اهي، اللي هي فوق الصوره مباشره، دو او دي ابوستروف فوق الكاميرا يعني، الا في 3 حالات اكيد فاكرهم. افعال الميول بتاخد معرفه، مع فعل اتر بناخد نكره، وفي التركيبه بادي تو اللي هي اطلاقا. طب الكلام ده مكتوب طبعا موجود اهو، تمام الكلام موجود، ادي ال3 حالات. بعد كده كلمه اليا وقاعدتها موجوده باختصار، يجي بعدها نكره وعدد، وفي النفي تاخد دو او دي ابوستروف. بعد كده الاستفهام لازم تحفظ معاني اداه الاستفهام، هتنفعك في حاجتين، في القواعد وفي الايميلات. وبعد كده الناحيه الثانيه بقى هنا
فين بقى؟ تحت 8 اهي. صفات الملكيه، صفات اللي هي مون مامي تون تاتي سون ساسي، وقلنا ان مون تون سون قدام المذكر، ما تا صا قدام المؤنث، مي تي سي جمع، والمؤنث الممدود متحرك ياخد مون وتون وسون زي المذكر بالظبط، وكل الملاحظات دي موجوده تحتيها. بعد كده رقم 9 لي برونوم تونيك، الضمير التاكيدي، الضمير التاكيديه مع جو موا، مع تي توا، مع ال لوي، ومع ال المؤنثه زي ما هي. تمام. امتى بتستخدم الضمائر التاكيديه؟ لو تفتكر كان في ليها 4 استخدامات. قبل الفاعل لتاكيده بتاعت اول السنه، لما كنا بنقول لك اذا شفت نقط جو ما بين كذا يبقى تختار موا، طب نقط تي يبقى تختار توا. طب 2 بعد كلمه سي، يعني عايز اقول سي موا، ما اقولش سي جو، انا مسيو محمود اقول سي موا مسيو محمود، مش سي جو، يبقى بعد سي. بعد حرف الجر، على فكره كل الكلام ده موجود تحتيه اهو، كله موجود تحتيه اهو، كله موجود. بعد حرف الجر زي مثلا شي موا كذا، علي ايه نقط، يبقى علي ايه موا، يعني الاستخدامات موجوده. طب دي رقم 9. رقم 10 ايه؟ اجزاء الجسم، اعضاء الجسم كانت مكتوبه اهي، سهله جدا، مكتوبه كلها واضحه، لازم تحفظها. بعد كده بقى الاستخدامات بتاعتها بقى، السطر اهو اللي فوق الصوره مباشره اهو. On voit avec les yeux يعني نرى بالعيون. On écrit avec la main نكتب باليد، نأكل بالفم، نشم بالأنف، نمشي بالأقدام، نسمع بالأذن، نتحدث باللسان، ونلمس بالأصبع بالصباع. تمام. أنا قلت قبل كده إذا احتجت البي دي اف دي هدية لكل طلاب مصر ابعت لي على الرقم على الواتس وأنا أبعتها لك هدية، بس أنت برضو انشر اللينك بتاع الفيديو عند كل الجروبات اللي أنت مشترك فيها عشان الكل يستفيد. الملاحظات بتاعت اعضاء الجسم زي مثلا التركيبه افوار مال يشعر بالم، تاخد بعديها الاهات عشان الادغام، زي مثلا جي مال انا اشعر بالم، الاتت في الراس عشان مؤنث. تمام. وبعد كده ملاحظات على مذكر ومؤنث. رقم 11 بعد كده اللي تحت الصوره نهايه المجموعه الاولى، دي ترم اول بس بفكرك بيها عشان مهمه، لازم تكون حافظ النهايه بتاع المجموعه الاولى. وكمان الفعل ذو الضميرين اهو، ان الفعل ذو الضميرين مع جو تبقى مي، مع تي تي، مع إل وال سي، نو نو، فو فو، الى الكاس تاخد سي. وبعد كده افعال شاذه فيربا لير وفيربا لي، استخداماته يستخدم ان هو يعبر عن الحال في بعض الجمل زي جو في بيان. جو في بيان يعني الحال على ما يرام. ساعات بتيجي الجمله كده جي نوبر بيان، يجي طالب يختار سوي، انا اكون جيد، غلط، بنستخدم فيربا لير جو في بيان يعني زي سافا بيان. وكمان تستخدم في بعد العاقل، ناخد شي يعني فيربا لير، جو في شي عالي، فيربا لير اهو وبعد كده شي بعد كده العاقل، ويجي قدام المكان وياخد الاهات عادي. فعل افوار شاذ لازم يتحفظ تحت الصوره اهو، وفعل اتر لازم يتحفظ. افعال المجموعه الاولى دي طبعا اكيد كلنا حافظينها، افعال الايه؟ الميول. في عندنا ملحوظه من تحت اهي تحت الصوره، نختار فعل في المصدر امتى؟ في حالتين، لو جه قبل النقط فعل مصرف او جه حرف جر زي كلمه بور. بعد كده نطلع فوق خالص هنلاقي رقم 12 التأنيث والجمع. التأنيث والجمع فيه ملاحظات كتيره كاتبها لك حلوه جدا انت تستفيد منها، ولكن اهم حاجه في التأنيث والجمع الحل السهل، ان انت لما تشوف مفرد مؤنث تاخد الكلمه اللي اخرها حرف الاو، جمع مذكر تاخد الكلمه اللي اخرها يا اس يا اكس، وجمع مؤنث تاخد الكلمه اللي اخرها او اس. تركز في دول كويس، ده الحل السهل باستثناء الجوكر ده اللي انت هتحفظه منين؟ من خلال الملاحظات دي كلها الموجوده عن التأنيث دي كلها دي ملاحظات حلوه جدا، اخرها هنا كده بالظبط. نيجي عند رقم 13 ازاي تحل الايميل، نصائح حلوه جدا لحل الايميل هتجراها، وهنا على اليمين خالص فيها اسئله، اهم اسئله الايه؟ الايميلات. واي ايميل واقف قدامك ابعتوا لي واتس انا احل معاك على طول. اهم الموضوعات كمان موجوده في الورقه دي اللي هي زي ديكري تون ليسي، اوصف المدرسه، ديكري تا كلاس، اوصف الفصل، ديكري السي، اوصف السي، اوصف الاشخاص، جدول المواعيد، الميول المدرسيه، الانشطه، وبعد كده وثيقه للفهم مهمه. وكده ده ملخص للمنهج اللي عليك. عايز تفاصيل بقى يبقى ان شاء الله تروح الفيديو الثاني اللي هو الفرنساوي في اقل من نص ساعه.
وتحل تدريبات ليله الامتحان بتاعت الكتب الخارجيه، وانا معاك وهحلهم لك فيديوهات باذن الله ان شاء الله. كل ده هينزل ورا بعضيه على القناه على اليوتيوب. ما تنساش تشترك في قناه الملك التعليميه وتفعل الجرس وتبعت اللينك بتاع القناه لكل اصحابك. يلا ربنا يوفقكم. السلام عليكم.